إنه في يوم الأحد 11 من شهر ديسمبر الماضي عام 2016 وقع انفجار ضخم بالكنيسة البطرسية بالعباسية إثر تفجير عبوة ناسفة راح ضحيتها 25 قتيلا و49 مصابا، وتضامنا مع أهالي الشهداء الذين راحوا ضحية هذا التفجير الإرهابي، ولرفع الروح المعنوية لكل المصريين والوقوف يدا واحدة بعد أن خيمت أجواء الحزن وسيطرت على المصريين في الداخل والخارج. ومن أجل إعادة الروح وإظهار شجاعة الشعب المصري وتماسكه، جاءت هذه المبادرة النبيلة من الجالية المصرية بنيو جيرسي، دعوة لإيقاد الشموع في وقفة بميدان جورنال سكوير اليوم الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجاري. لأنك عظيمة، لأنك عظيمة، قدرتي تصحي في قلوبنا العزيمة. محيتي في لحظة، محيتي في لحظة الشعور بالهزيمة، زرعت الإرادة في أرض الميدان. لأنك جميلة، لأنك جميلة، عملنا حاجات كانت مستحيلة. قالولك شبابك، قالولك شبابك ضعيفة وعميلة، رفضت الإهانة وهتفت كمان. قلت اللي ضحى عشاني بدمه وساب كل حاجة وكان كل همه يجيب لي حقوقي من اللي باعوني. أنا أولى بيه، ما أنا أصلي أمه. وقلت ولادي ما هماش عادي، وقلت اللي خارج عشان ينادي ده ابني حبيبي وده اللي بقيلي. ساعتها قلنا بلادي وبلادي، بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي. بلادي بلادي بلادي، بكل الحب والوفاء والإيمان بربنا صاحب الحق والخير والجمال، هنعيش في سلام رغم هجوم الظلام، ومن قلبنا واقفين وبننادي وبنقول معاكم، شايفين بقلوبنا أرواحكم اللي بترفرف في السماء غالية في مصر العالية اللي دايما في قلوبنا. وهقول النهاردة حاجة مختلفة عن الكلام، وبحيي من قلبي الأخ الحبيب العزيز نيافة الأنبا ديفيد بمشوارنا الجميل الطويل من يوم ما عرفنا بعض، واحنا بنتقابل دايما في المسرات وفي الأحزان وفي الأفراح وفي الأطراح، لكن هنفضل دايما موجودين وبنردد بعزم ويقين، ننشر الحب والخير والسلام رغم كل شيء. طلع الصباح وعلى الوجود عبيرة،
وكسى الزمان وكسى الزمان وكسى الزمان من دم الشهيد حريرا. يا حبيبي يا الله، بالحب جمعنا بقلوبنا بننادي وبنقول فوق قلوبنا ولساننا حبيبي يا الله. احفظ كل اللي ضحى ووفى وصلى مع الأبرار. شهيد شهيد شهيدا خيرا خيرا ونبيلا جمعنا يا الله. انصر بلادنا حقق كلامنا بالدعاء والجمال يا الله. يا رب تكون آخر الأحزان اللي ضحوا بدمائهم علشان خاطر مصر دايما فاكرينهم. وهي بنستغل الوقفة النهاردة ان احنا بندعو كل الناس ان هي تقف وقفة واحدة مع بعض، لان احنا كلنا الخطر واحد بيداهمنا، فلازم كلنا نتجمع. وهي دعوة للحب، لازم نكون كلنا مع بعض. بشكر الأستاذ نبيل مجلع رئيس جمعية مصر كل المصريين على هذه المبادرة الجميلة اللي احنا النهاردة واقفين عشان نكرم كل شهداء مصر من كل الفئات والطوائف، وربنا يرحمهم جميعا ويسكنهم جناته يا رب العالمين. شكرا. يعني هو جاز المناسبة صعبة، بس الجميل فيها ان احنا كلنا مع بعض. يعني شوف الوقفة كلها مع بعض، واللي المفروض واللي لازم يكون دايما ان احنا مع بعض، لان اللي بيحصل ده التفرقة والغباء اللي بيدور ده لازم يبطل. ما يصحش انه يستمر، لان احنا ربنا خلقنا كلنا زوا مع بعض. الدين لله، انما الوطن مصر للكل. وربنا يرحم اللي ماتوا، هم على كل حال ربنا اكرمهم لانهم هم رايحين في مكان احسن من عندنا كتير، فربنا يرحمهم جميعا. أكيد النهاردة إحنا لما بنتجمع في وقفة لإحياء ذكرى شهداء الوطن، هي رسالة إن العدو واحد، إحنا بنواجه الإرهاب، وإن إحنا نستطيع إن إحنا ننتزعه من جذوره ونقضي عليه بوحدتنا كمصريين، بغض النظر عن أي انتماءات سوى انتمائنا لبلدنا ووطننا. ربنا يحمي مصر وتحيا مصر. ربنا ادالنا الحرية كلنا، يعني ربنا لما خلقنا أحرار، وخلقنا أحرار وخلق الناس مختلفين. ولو ربنا كان عايز يخلق الناس كلهم واحد كان خلقنا كلنا واحد، لكن في ناس مش فاهمة كده للأسف، مش فاهمة الحرية ومش فاهمة قيمة الحرية. ولذلك
هم أعداء للحرية، واللي مش عايز الحرية بيصارع ويقاتل ويهجم ويسلب محب الحرية من حريته. بلادنا والمصريين كلهم أغلبهم عايزين يعيشوا في حرية، كل المصريين عايزين يعيشوا في حرية، ما عدا نسبة بسيطة جدا مش عايزة هذه الحرية. هم أعداء الحرية وأعداء البشرية وأعداء الدين وأعداء ربنا نفسه اللي كفل لكل إنسان حق الحرية. فإحنا بنقول لهم افهموا الدين صح، افهموا ربنا صح، علشان ربنا يريد الحرية للجميع. في النهاية ربنا يحاسب الإنسان على هذه الحرية، لكن الحرية مكفولة لكل إنسان. لكن إحنا كلنا اخترنا أن نعيش في حرية، ولذلك يجب أن ندفع ثمن الحرية، لأن هناك أعداء للحرية. إحنا يوم ما حصل حرق للكنايس، قداسة البابا تودروس وأحد الآباء المطارنة قالوا كنايسنا بقت زي الشورية اللي بتطلع بخور للسماء. تمن الحرية. ما احنا كلنا مصريين، مش المسيحيين بس اللي بتسفك دمائهم من أجل الحرية، إخواتنا في الوطن المسلمين أيضا يسقط منهم، ومن رجال الشرطة ومن رجال الجيش وكثيرين. كل واحد من هؤلاء محب للحرية، مستعد من بداية رئيس الجمهورية الذي قرر هذه الكلمات، رئيسنا السيسي، يا ما قال احنا مستعدين ان احنا نموت من اجل هذه البلد، وكلنا مستعدين ان نموت من اجل البلد اللي بنحبها من كل قلوبنا، ومستعدين نموت من اجلها. فده تمن الحرية. فاحنا عارفين كده مسبقا، ولما فوضنا الرئيس كمصريين، انا بتكلم بلسان المصريين دلوقتي، عارفين ان هيسقط من الاحرار ومن الابرار كثيرين، فمش غريب علينا، وكل واحد هياخد الشير بتاعه. لكن ان شاء الله مصر هتبقى حرة وتعيش حرة، وتظل مصرنا حرة للأبد. امين. ومعنا الشيخ محمد يونس رئيس جمعية American Muslim Union. اهلا بحضرتك يا شيخنا. حضرتك النهارده اكيد حضرتك جاي الوقفه وعايز توصل رساله معينه، نقدر نعرف ايه هي الرساله؟ هي وقفة لأن إحنا مع بعض، إحنا واحد، إحنا كلنا مصريين، الدين لله والوطن للجميع. ده دايما هي الرسالة اللي المفروض تبقى موجودة مع كل الناس. الدين خليه لربنا، إنما إحنا كلنا مصريين، فإحنا مصريين، فمفيش فرق بين مسيحي ومسلم. إيه الفرق بيننا؟ نفس الدم ونفس الأخلاق ونفس كل حاجة، فكلنا واحد. معانا الدكتور أحمد دويدار رئيس المركز الإسلامي بنيويورك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أنا كنت عايزة بس أسأل حضرتك، أكيد حضرتك جيت الوقفة دي عشان توصل رسالة معينة، تقدر تقول لنا إيه هي الرسالة دي؟ طبعا عايزين نقول إن عمر الظلام ما هيطفي النور أبدا، وجايين بنقف على أرواح الشهداء، نصلي عليهم ونسلم وندعي ربنا أن يجمعهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبنقول إنه مصر نورها عمره ما حد هيقدر يطفيه، ولا جمالنا وحقنا وخيرنا وحريتنا اللي بنسعى ليها عمر ما حد هيسلبها مننا. حريتنا في إن احنا نعيش ونعتقد ونحب ربنا ونعبده زي ما احنا عايزين، ونعيش كما نريد بدون ما يتدخل في حريتنا أحد، لا المسلم ولا المسيحي ولا اليهودي ولا لأي دين في ربنا. لكم دينكم ولي دين، وربنا يرحمهم جميعا يا رب، ويخلي مصر دايما في خير ونور وسلام. أنا نبيل مجلع رئيس جمعية مصر كل المصريين، مقيم في أمريكا من 35 سنة. عاملين الوقفة النهاردة عشان نجيب كل المصريين، وبنحيي كل شهدائنا، شهداء الجيش، شهداء الكنيسة البطرسية، كل الشهداء اللي بيموتوا من أجل مصر كل يوم، مسيحيين ومسلمين.
تقدر تقول لنا الترتيبات والتحضير أخد مجهود ووقت قد إيه؟ طبعا انا بقالي اكتر من شهر بحضر في الوقفه، وطبعا زي ما انت شفتي جه عدد يعني لا بأس منه من المسيحيين والمسلمين، كلنا واقفين من اجل شهدائنا. ويا ترى إيه السبب اللي أخر الوقفة لمدة أكتر من شهر بعد الحادث الإرهابي؟ ما انت عارفه في مصر بيبقى مناسبة ال40 ويوم لحد كان ال40 بتاع الشهداء، فعملناها لحد دوت بمناسبة 40 يوم على انتقال الشهداء. تمام. حضرتك في أي رسالة تحب توصلها للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ طبعا بوجه له ان احنا بنطالبه بتنفيذ الاحكام العسكريه لكل قاتل ولكل ارهابي. عايزين سرعه تنفيذ الاحكام ومحاكمه القتله وتطبيق القانون العسكري عليهم. وبالنسبة لأهالي الضحايا تحب توصل لهم أي رسالة معينة؟ طبعا احنا بنوصيهم وبنقول لهم ربنا معاكم، والشهداء دول طلعوا السماء، وبنقول لهم ربنا معاكم وربنا يوصيكم. نشكر حضرتك جدا يا أستاذ نبيل، واتشرفت بحضرتك، وأكيد مصر لكل المصريين، وإن شاء الله دايما للأمام ودايما في وقفات ودايما جنب مصر. متشكرين. شكرا خالص، ألف شكر.
كان معكم جوسيل فيكتور عبد الملك، أمريكا بالمصري من نيو جيرسي.